القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. يوسف كتلو فنان تشكيلي فلسطيني، يعد من الأسماء الفنية اللامعة في الفن الفلسطيني. حضوره لافت في ميادين الفن التشكيلي، صاحب خصوصية تعبيرية في الحقول الفنية، ملتزم بشكل أو بآخر بقضايا الوطن والمواطن، يحمل آلامهم وأمالهم بطريقته التعبيرية والفنية الخالصة. يعني ما بتذكر حالي اني ما برسم، بحيث انه بعتقد انه الفن هو يبدو انه انولد معي، انه هو جزء مني، بحيث اني ما بتذكر يوم اني ما كنت ارسم. فمن هون اجت هاي الموهبه بالنسبه لي، وحاولت اني طبعا اطورها كل الوقت، وانه امارس هذه الهوايه باستمرار. مدينة القدس ساكنة في وعيه الذاتي والبصري، ولها مكانة واسعة الطيف، تحمل في طياتها رسائل رمزية، وترسم مسيرة متكاملة لعواطفه الجياشة نحوها، وفيها إصرار على الصمود ومواجهة الاحتلال وتاريخ وعروبة الأرض والشعب. فهون أنا تخيلت الناس الفلسطينيين اللي هم بشكلوا الجدار الأبقى في هذه الأرض المقدسة، وحاولت إني أبرز إنه الإنسان هو يعني جزء لا يتجزأ من المكان، وإنه الجدار هذا اللي بيبنوه هو عبارة عن دشمات إسمنتية زائلة لا محال. هون طبعا اللوحة يعني تكونت من ألوان زيتية التكنيك تبعها، وهون بنشاهد مدينة القدس اللي هي محاصرة من جميع الجهات. عند سيره بشارع عين سارة وسط الخليل يشعر يوسف كتلو بسعادة بالغة، فهو يمر بجانب جداريته التي اسمها عيون سارة، واستوحاها من قصة ست سارة، وكحلها باللون الأسود الذي يحمل رمزية في هذه الجدارية، رمزية الأمل المبشر بألوان الفرح المستقبلية. هون فن الجداريات بشكل عام هو فن عالمي، وهو فن يعني الإنسان الأول اتبعه في إيصال رسالته للمشاهد، وهو كمان فن بيستطيع جميع الناس يشاهدوه، عكس اللوحة الفنية اللي هي بتكون حبيسة البيت. فمن هون اللوحات الجدارية اللي أنا نفذتها، اللي هي لوحة جدارية عيون سارة اللي هي موجودة في أهم شارع في عين سارة في مدينة الخليل، وهاي يعني مأخوذة مستوحاة من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وستنا سارة. طبعا هون يعني حاولت إني أعتبر سارة وسيدنا إبراهيم هم فلسطينيين. بريشته الصغيرة ولوحاته الجميلة يحاول الفنان الفلسطيني يوسف كتلو نقل تضحيات وصمود شعبه للعالم من خلال رسائل فنية وتوظيف فن النحت لتخليد الأفكار والشخصيات ونقلها للأجيال القادمة. لتلفزيون القدس، محمد العدم، الخليل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.